هل تعتقد إن حجم الشمعة أهم من لونها؟ جسم الشمعة هو الجزء الملون المستطيل ودوت أهم جزء فيه، ليه بقى؟ لأنه بيمثل المسافة ما بين سعر الفتح وسعر الإغلاق. حجم جسم الشمعة بيعبر عن قوة العزيمة عند الطرف المسيطر. لو شفت شمعة خضراء جسمها طويل جدا، ده معناه إن المشترين دخلوا بقوة واكتسحوا البياعين، والسعر طلع بمسافة كبيرة، وده غالبا علامة قوة بتقول لك إن الاتجاه الصاعد لسه مكمل. أما بقى لو لقيت شمعة خضراء جسمها صغير، ده معناه إن المشترين كسبوا بالعافية وفي تردد او ضعف في الاتجاه. ونفس الفكره في الشمعه الحمراء، جسم احمر طويل يعني بيع قوي وسيطره كامله للبياعين. قراءه لغه الجسد للشموع هي اول خطوه علشان تفهم السوق وتتوقع الحركه الجايه قبل ما تحصل. هقول لك مثال واقعي زي لعبه شد الحبل مثلا. لو فريق شد التاني 5 متر مره واحده، يبقى فريق قوي ومسيطر، لكن لو الشد كان 10 سم بالعافيه، يبقى القوه متقاربه وممكن النتيجه تتقلب. اسمع الخلاصه من اخوك درويش: حجم جسم الشمعه بيعكس قوه الزخم والسيوله. يعني جسم طويل بيساوي اتجاه قوي، اما لو جسم صغير بيساوي تردد وضعف اتجاه. وارجع تاني واقول لك: اعمل فولو لدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.